صباح الجزاز يا براهو. حد بيقول لك سؤال بس، ازاي ام ريم بتلبس براحتها برغم ان البيئه اللي كانت حواليها ارياف؟ بس يا حبيبي انا طول عمري عادي وغدوره في نفسي بقى. يا جو والله العظيم يا جماعه، كنت لازم يوم العيد لازم ولا بد ناخد عيالي لازم نتصور بيهم. لا ام ريم كانت اتقل حته في البلد. ايه والله العظيم طول عمري متكادين مني. قسمت لكم بالله يا جماعه، انا كنت لابسه المصفى على وشي وحياه ربنا. فلما جلحت المصفى من على وشي، انا طبعا ما يفرقش معايا حد ولا بنحب نكون جميله عشان حد، وده يثبت لكم في فيديوهاتي وفي حالي وفي كل حاجه. يعني انا ست ما نحبش ان انا نتباهى بجمالي والكلام ده خالص. فاني كنت طلعت بالفلتر، الفلتر مشوه لي وشي اصلا. طلعت بعد كده لبست المصفى. لما جلحت المصفى برضو ما طلعتش بملامحي الطبيعيه دي، شوهت برضو نفسي، خليت نفسي برضو متشوهه. حتى كان بوشي في فيديوهات ليا مش شكلي دي، شكلي تحس ان هو معوق شويه. انا اللي كنت قاصده نعمل كده، ما كنتش عايزه ان انا نبان بشكلي. يكفيكم شر النسوان. وانا شكلي ما كانش ده كان شكلي اللي هو بعد المصفى على طول اللي عملت بالفيديوهات. اما جلحت المصفى غيرة النسوان الزرقاء وهم عارفين نفسهم نار. عارفين النار؟ نار جهنم. قسمت لكم بالله انا كنت عايشه في حرب. الحمد لله يا رب ان اني سبت الحاره دي ومشيت منها. غيره رهيبه، وغيرت مش نسوان كبيره، يعني نسوان كبيره امهات ملحوظه بس بناتهم. يا ساتر يا رب. ملحوظه بس، ما تقوليش عليهم نسوان، دول غفر. ايوه غفر والله. مش نسوان دي نشيلوها خالص ونكتبوا الغفر. حقيقي والله انا شفت مرار في حياتي يا جدعان. ايه ده؟ ايه كميه الغيره والحقد دي؟ وانا مش قاصده لا مبين جمالي ولا عايزه اكون جميله. بس بصراحه معاهم حق والله العظيم يا جماعه، والله العظيم عمري ما تعمدت، وده يبان لكم من اول ما طلعت اصلا. يعني انا ما فيش حاجه، لدرجه ان كانت في ناس تقول لي يا ام ابراهيم انت وشك محروق، انت متشوهه، انت ليه بتعملي؟ انت لابسه فلتر لا، انت لابسه المصفى لا، انت ما ينفعش تطلعي بالمصفى، انت اكيد فيكي حاجه غلط، اكيد وشك سايح، اكيد عينيكي مفجوعه، اكيد فيكي حاجه غلط. عشان كده يا جماعه ما حدش يشتمها يا جماعه، سيبوها عشان خاطر اكيد هي عندها مشكله في وشها. ملهاش عين، ملهاش مناخير، ملهاش والله العظيم. ما همنيش كل ده وفضلت ماشيه زي ما انا. فالغيره يا جماعه، الغيره والحقد فظيع من زمان على كده، من زمان. حسدوا لي شعري ده كنت بنقعد عليه ضفيره كده. نجمه وارثه مني حكايه الشعر دي. ايه يا براهول؟ فاعوذ بالله من الحقد ومن الحسد. ماشوا اقرب الاقربين، كائنات غريبه الشكل، حقد وحسد رهيب. الحسد دايما في الارياف، ما تبقى حاجه معروفه. ايوه بس سيبكم بقى، ده الارياف دي على كوم، يعني الارياف دي ناخدوها كان نحطوها في حته، فغير نحطوا الحته اللي احنا كنا قاعدين فيها في حته ثانيه خالص في كوم لوحده. نحطوا قرايبنا كمان اللي كانوا بيجوا مننا. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. دول لا يمكن يبقوا بني ادمين. وعمر الواحد ما سعى انه يكون جميل او يلبس او يعمل او يخلي او يسوي. عمره والله العظيم عمري ما سعيت في حاجه زي دي، عمري ولا يلزمني اصلا. اخر هم ان الناس تشوفني حلوه، يعني ده اخر همي، ان الناس تشوفني رقيقه، ان الناس تشوفني حلوه. اخر همي، اخر حاجه ممكن عقلكم يجيبكم ليها يعني. نقول لك حاجه، بس الغيره عايزه الغيره يا جدعان. عايزها ترد عليا. ايه يا حبيب قلبي انت تأمرني. رجعت اصور زي ده بتاعي. وانا بتلبس فيه اخضر. ايوه عارفاه. هو فين؟ ايوه مش عارفه، في الاوضه الثانيه. انا مش قادره نقوم دلوقتي. ممكن تسامحني لما نقوم نجيبكم؟ اقدر انا هنا عادي. ايوه يا نهار ابيض. ولو ما فيش نعمل لك غير، ولو ما فيش نولع الدنيا ونجيب لك احلى صور يا حبيبي. فامرني انت تؤمر بس. الغيره جتال. ايوه اصل اللي بيغير ده اكيد هو عنده حاجه ناقصه. انت كنت بتقولي لي في البلد مش حاجه، دي حاجات، ده شخص ناقص. دي حاجات اعوذ بالله من غضب الله. انت بتغير ليه غير انك شخص فيك العبر؟ يعني المرة من دول وعيالها هيموتوا من الواحد، هيموتوا. يا ستار يا رب. مش الواحده دي راجل متنكر، دي واحده راجل متنكر وعيالها المتنكرين. ده رجاله متنكرين. حاجات والله العظيم، حاجات صعبه. احلف يا لسانك كان مصور معاكم. امال لو الواحد يا جدعان اهتم بنفسه وعمل وخلى وسوى كانوا يعملوا فربنا يا جماعه يكفينا شر الغيره والحقد، وشر ان انتوا تبقوا ساكنين في الارياف كمان بالذات. الناس يعني اللي بتغار معاها قله ثقه ومرض نفسي. ايوه طبعا. بيبقى مرض نفسي فعلا، وبيبقى صعب العلاج كمان، ما بيتعالجش، هو نظامه كده. فاهم؟ هو انسان ناقصه حاجات ياما ومش حلو، في انسانه بتبقى حياته بايظه، في شخصيه تبقى كياده يا جماعه، تحلو وتعمل وتخلي عشان تكده اللي قدامها. عمري ما سعيد، انا عمري يا نجمه عملت حاجه من دي يا نجمه،
والله العظيم عمري ما سعيت في حاجه زي دي، ان نكيت حد ان انا جميله، او نكيت حد ان انا شعري كبير طويل، او ما فيش الكلام ده خالص عندي والله العظيم خالص. عمري ما كدت حد، طول عمري عايشه تحت، مش نمشي جنب الحيطه، بنمشي تحت الحيطه. بس لقيت الكلام ده كله ما بياكلش مع الناس الحاجات دي، الناس تسوق فيها. صوتك ده طبيعي؟ ايوه طبيعي، امال اه. جميله يا ام ابراهيم حبايبي، والله والله انتوا اللي حلوين وعاصل. فين براوله؟ براوله قاعد اهو يا جماعه. بحبك يا براهول، حبيتكم العافيه يا جماعه والله. دي صواريخ يا جدعان. صواريخ؟ مش اللي كانت بتضرب دي من شويه صواريخ؟ ايوه صواريخ، عشان في فرح النهارده ليله شم النسيم. النهارده ليله الخميس. كل يوم خميس في فرح، وكل يوم اصلا في فرح. الناس الاول كانت تتجوز يا الخميس يا الجمعه، دلوقتي بيتجوزوا الحد والسبت، لما الجوازات كلها في شنك ما فيهاش بركه. اللي عايز يتجوز بقى يتجوز يوم يوم الخميس ويوم الجمعه. انا فرحي كان يوم الخميس، عشان كده فرح جميل خالص. زرحت من بعده، كانت صباحيتي يا جمعه. يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. الايام كلها حلوه يا نجمه، بلاش. لا، ما هو الايام كلها حلوه ماشي، بس الافراح والمناسبات ايوه بصراحه ربنا يا جماعة، بيفضل انها تتعمل بصراحه ربنا يوم اي جمعة. مناسبه عند اي حد المفروض يعملها يا خميس يا جمعه او خميس، بصراحة. مش من باب ان الايام التانية كلها وحشه، لا، كلها لكن من حلوة. باب تحس ان ايه، اصلا بطبيعه الايام العاديه ان اليوم الجمعه ويوم الخميس بيبقوا ايام حلوه كده. فانت لما تختارهم هيهل عليك البركه. ايوه، فهمتم يا جماعه؟ ايام مميزه ومختلطه. مش حوار تكون عطله يعني، الخميس والجمعه حلوين كده، تحس ان ايه، بيدوك اجواء احتفاليه اكتر. صح؟ مش بتحسوا كده؟ ايوه، بيكون عطله للمدارس والموظفين. هي نواره بتقول لكم ايه؟ ايوه عارفه نواره بيبقى عطله، وكمان ايه، وكمان تحس ان هو في نهايه الاسبوع كده، صح؟ ايوه اللي هو التعب بتاع الاسبوع كله اللي انت عديت فيه، عايز وقت ايه، تريح، تعمل بقى حاجه بقى مناسبه، اللي عنده مناسبه يعملها، عندك عيد ميلاد مثلا اعمله، عايز تخرج اخرج، مع ان الشارع بيبقى زحمه ويبقى في الشارع ريحه لحمه. صح؟ ايوه فعلا. صح ولا لا؟ احبك يا ام ابراهيم، متابعتك من ليبيا حبايبي والله. اللبة اللب ده يلا ليبيا. نواره بتقول هنام. فين ده؟ فوق كمان. يا حبيبه قلبي يا نواره، نوم الهنا والعافيه والسعاده يا احلى نواره في الدنيا. نجيبهولك من عندي. مش باين عندي. تصبحي على خير يا احلى نواره في الدنيا. اهو. نوم الهنا يا وزتي، تصبحي على خير يا نواره. دي كاتبه انام مش هنام. انام ايوه. في فرق عدل. عادي، ما هي المعنى واحد. امتى تغلقوا؟ زوجي هيطلقني. انت يا مش عايزه تغلقي؟ لا، بتقول لا اقصد انام خميس وجمعه. يا حبيبه قلبي يا نواره قلبي. ايوه، بتنام خميس. لفت برضه. بتنام خميس وجمعه؟ عشان اجازه. عشان اجازه. ايوه طبيعي. سبحان الله، تلاقوا الواحد يقول لك ايه، هننام يوم
بقى هننام يوم الجمعه بدري بقى نريح، وتلاقيه اكتر يوم سهران وهو الجمعه والخميس. الجمعه والخميس. احنا عندنا الموضوع بيقلب العكس. والله يا جماعه احنا ضيعنا عمرنا كله في النوم. بلاش نوم، خليكم قاعدين صاحيين سهرانين مريحين فرحانين. كثرة النوم مش حلو. النوم مش لذيذ، النوم بيضيع العمر. كثرته وحش. نام لك ساعة ساعتين على قد شغلك. ولكن ليه فوايد. ليه فوايد؟ والله ما ليه فوايد، بيخلي في وش اصفر زي الليموني. لا النوم حلو. النوم احلى حاجه، قعدت كاتب لك النوم احلى حاجه. ايوه النوم الطبيعي اللي هو انت قعدت مثلا بتنام في وقتك عادي. تنام 7 ساعات 6 ساعات فاهمني؟ كده. شغلي من الحد للخميس من الساعه 5:30 الصبح اصحى وارجع الساعه 3. يا حبيبي 5:30 الصبح اللي هو الصبح بدري. وترجع 3 العصر وترجع 3. ايوه ربنا يعينك يا نوارة قلبي. ربنا يوفقك يا نوار. ربنا يعينك يا حبيبتي يا رب. التوفيق يا نوار. الله يسعدك يا نوارة ويريح بالك ويقويكي على شغلك يا حبيبة قلبي، ويجعلك أكتر حد ناجح في الحياة يا رب. اللهم امين. ويوسع رزقك يا حبيبة قلبي. بتعملوا ايه بالنهار؟ بنبقوا قاعدين. وبعدين بتغسل الغسيل بالنهار. نقعد نغسل في الغسيل، ننزل الدولاب كله ونطبقه من جديد. نخش نكنس تحت السراير ونقعد شويه تحت السرير. بتغسل في الغسيل وتحكي مواويل. مين بيحب يقعد تحت السرير يا جماعه؟ اقول لك امين يا نور قلب. حبيبه قلبي حبيبه قلبي يا احلى نواره في الدنيا. الله يرضيكي ويفرحك يا قمر. الله يرضيك يا نور عيني. ايه رايكم باسم نوره؟ اسم نوره حاجه يعني جميل ما يختلفش على الاثنين ده. انا اكتر اسم بنحبه في الدنيا كلها اسم نواره ونوره. اسامي كلها من الضوء والنور. اسم فخم اسم نخبيه كده نخاف عليه من الحصل. اسامي نادره دي خلي بالك. ومميزه كمان. بتاكلوا بالليل ليه؟ ما احنا بناكلوا بالليل بقى ايه؟ ما انتوا مش فاهمين. عشان اليوم بنفضلوا قاعدين عادي وما بنجوعوش بصراحه غير بالليل. صح؟ ايوه والله. اسم مشهور في السعوديه. اسم نور. ايوه حقيقي اسم عربي. ايوه طبعا. احلى اسم والله حقيقي. عموما اي اسم عربي تلاقوه حلو، تلاقوه ليه وقار وكده. مش الاسامي بتاعت اليومين دول. حقيقي. تفله وتوليه. تفل شاي. تلاقي حاجات غريبه كده. ولين. اسامي مالهاش معنى. ومين. والناس نايمين وحاجات مش صح. عارفه انت الاسامي بتاعت اليومين دول حاجات كده غريبه ما تعرفش تنطقها كده. انما اسمه نوره ونواره اسامي ليها معنى، في معنى للاسم مش اسم عديم المعنى. ورده مثلا. الاسامي التقيله. وبيبي. انا بنحب اسم ورده برضه صحيح. ايوه اسم ورده حلو برضه. ليه معايا قصه برضه. وكده يعني اسم نجمه. عشان اسمك طبعا. لا ما نديكم في اسمك بنديكم امثله. اسم مسلم من الاسلام برضه. اسم اسلامي. منوره يا ام ابراهيم، ده نوركم يا جماعه. والله براهولا ده على اسم سيدنا ابراهيم. مفيش بعد كده يا براهولا يعني. ده بتنجينا على الفرازه يا ايه ده؟ يا ام ابراهيم ايه؟ تولين وتاليا. ما تولين وتاليا ده تولين حلو اسامي حلوه بس تحس كده تولين. ليه تولين وتاليا طيب؟ ايوه ليه الاسامي الغريبه دي طيب؟ حاجه غريبه. هل احنا اجانب ولا احنا عرب؟ مش احنا عرب. يبقى نسموا الاسم الفخم. نجمه جميل حبيبتي يا حلا. واسم لا دي سميحه دي تبقى امك. سميحه دي بتسامح على طول دي ولا؟ اي حد. ايه رايك في اسم هاديه؟ حلو جميل. طالما اسمه واضح يبقى حلو. واسمه فاطمه.
حلو يا نهار فاطمة. ابيض، فاطمه. حلو طبعا يا جماعه، احنا ما قلناش يعني ان ما فيش اسامي حلوه فيه، بس باللي احنا بنشوفوه الاسامي الملخبطه دي الواحد نفسه تصدق. ايه اسم هيام حلو، هو ليه نطقين هيام او هيام صح؟ طب واسم لمار، زي اللبن بتاع لمار مش كده. حلو. لماط. فيكم قبول وانشراح للنفس غريب، انبسط حبايبي على والله. بسكم ما شاء الله. حبايبي حبيبه قلبي يا محترم. يا رب دايما دماغنا والله مبسوطين، العظيم. يا رب دايما رب دايما مبسوطين. يا جماعه تبقوا مبسوطين معانا واحنا مبسوطين معاكم. ماشي. انتوا على دماغنا من فوق. ما دايما الا القعده الحلوه واكله البلجوز بالشعريه. ماشي. ونقعد والفرخه اللي عليها نتحدثوا سمنه اللي مش عارفه تتهضم لحد دلوقتي. ونقعدوا نتحدثوا مع بعض شويه وخلاص. هنعملوا تاني طيب. مش احسن ما نقعدوا نجيبوا سيره حد ولا نحقدوا على حد ولا نبص للي في ايد حد؟ ادينا قاعدين انتوا شايفيني من شاشه اسم وانا هبه، شايفاكم. اسم مرام، اسم سحلب. سحلب ايه سحلب ده؟ في ناس تسمي سحلب؟ ايوه في. بجد والله سحلب. وفي ناس سردينه بتسمي- حلو حلو، سردين على الاقل فاهمينه. سردنا مملحه. احلى ام ابراهيم. حبايبي ربنا يفرحكم يا جماعه والله. هبه حلو. قولي لهم رايك في اساميهم. حلو جميل والله. حلو. غزل حلو. بسال حلو. بسالي باسل باسل مش بساسي. بسال انت حولتي سالي حلو. زي بساري كده. دعاء حلو. كله حلو يا جماعه والله. زودتي اصل ايه الانسان للاسم؟ خلي بالكم بيبقى مولود باسمه. ايوه، ومحدش بيختار طب اسمه. في اسم الرجاله، اسم الرجاله انا في اسم بنحبه جو بس مش هنقوله لحد. انهي؟ شاهد. شاهد. اللي بتسهد على اي بس حاجة. كل اللي اسمهم على فكره الاسم ده ناس يعني مش على مسمى خالص. هو اجمل اسم فيهم حقيقي، بس كل شخص نعرفوه الاسم ده مش انسان كويس. ده اسم ايه بقى؟ اسم محمد. اسم محمد. اسم سيدنا انا محمد. بحب أيوة اسم طبعا. محمد أيوة جو، أفضل الصلاة بحبه والسلام. بطريقه جنونيه. لكن كل الناس اللي نعرفهم اسمهم محمد مش عارفه نقول لكم، يمكن وحشين قد ايه؟ كفره. وحشين قد ايه. وحشين بطريقه جنونيه. كفره. إحنا بنحب اسم اسم مش محمد. على مسمى خالص. عشان اسم محمد سيدنا محمد. سيدنا محمد. انا بحب بس. اسم محمد. بص فوق الوصف، فوق ما حد يتخيل. حد بيقول لك طب واسم نعمة وحش. مش حلو. لا. مش نعوصي. احسن حاجه. انعاز دي احلى اسم. وحش بصراحة. نعساي. نايس. نوها حلو. فاتن حلو. اللي بيفتي على اي حاجة. زمزم. ريتاج. حنين. مي. ما تعمل لنا السحلة. هاي. هاي يا هاي؟ هاي. يا هاي. يا ام حكاي. فاكرة البوظة اللي انت عملتها لنا وكنت معبيها في كيسة كده؟ بتاع المره دي كتير. ايوه، وراحت فايرة منها. كانت خميرة، طعمها خميرة. الناس يا جدعان اللي لا، بتقول مش بوظة حلوة ومش خالص. بوظة، مش انتوا حلوة. بتشتغلونا. احنا عملناها قبل كده طعمها خميرة يا جدعان، انتوا عايزين تموتونا. مره صبر. هو مرة. ساعات ما يجي يعمل اسمنت ويلزق شهد حاجه جميل. انه بيقول لي لازم افضوا عليه ميه عشان سهد يبقى عامل زي حلو. مره البوظه. بشكل مش عشان طبيعي. يبقى عامل زي البوظه ما خلاص يا جدعان انتوا فتحتوا بلاعة اسامي. حددوا معايا يا جماعه، اكتبوا لي كلام نرد عليه. بيكتبوا اسامي بس. رقية حلو. يلا يا جماعه اكتبوا لي كل واحد فيكم نفسه امنيه ايه، بس هي امنيه يعني احنا كلنا عندنا اماني ياما، لكن عايزين امنيه واحده تتحقق منها. ايه هي اللي نفسكم تتحقق؟ حاجة تكون كل مهمة شخص بقى. فينا عنده امنيه نفسه. الأمنية الأساسية الرئيسية.
يلا قولوا لنا. نطلع عمره. ام ابراهيم كانت بتعمل حلويات ايام المصفى، كانت جميله، كانت جدا جميله. فاكره يا نواره؟ ايوه كنت بنبدع والله يا نواره. عارفه من ضمنهم ايه يا نواره؟ الكنافه اللي هي كانت مدوره وحطت فيها كريمه كده، وعملت الحجازيه والكنافه. ايوه وبتاعه كده كانت محشيه، بتاعه عامله كده حلزونيه كده، كانت صينيه. عارفه كانت اسمها زعبوط ايه كده. وعملت البتاعه اللي هي شوكولاته كده. ايوه حلويات. اجري لي كده، الناس نفسها في ايه؟ وكيكه اكتر حاجه يا جدعان نفسكم فيها كل واحد يقول لي نفسه في ايه يتحجج. محدش نفسه في حاجه. عربيه. الصحه، نحفظ القران كله. تمام. نتجوز اللي بنحبه. تمام. نشوف ولادي في اعلى مراكز. احلى حاجه. ربنا يرزقنا بولد واروح جزر المالديف يا رب. امنيتي نحمل. تحبل. ايوه يا رب. نفسي نخلص جهاز. احلى مراكب يا رب. عملت كيكه قدرة قادر. ايوه يا نوار. يا نهار ابيض يا نجمي، يا نهار ابيض يا نجمي. يا نواره والله. شفتي؟ نوره يا جدعان. خلي بالكم عملتها وكان كله بيقول ان الكيكه دي هتفشل. حصل ولا لا؟ طلعت تحفه. كان تحدي بقى، احنا دخلنا أيوه. قلنا لها يا ام ابراهيم اعمليها، ولو فشلت يبقى انت مالكيش في الحلويات. مسكتها بقى راحت ظبطها. سبحان الله كانت بتفشل من كل الناس اللي بيعملوها على فكره الكيكه دي. والله وطلعت مظبوطه معايا جدا. اللي هو انت ازاي كيكه وكريم كراميل والاثنين هيخشوا الفرن ويطلعوا وطلعت حلوه والله يا نواره. كله كان بيعملها كانت بتفشل معاه. كان ترند يمين. ايوه. وانا عملتها وسبحان الله، وانا اصلا ما بنعرفش نعمل حلويات قد كده. فاكر الكيكه اللي هي بس هي بقدره ربنا طلعت حلوه، اللي هي نص كريم كراميل ونص شوكولاته سمراء كده اللي براهولها اللي انت حبيتها دي يا مسلم. افتكرتها. ايوه. اللي هي كانت سودا من تحت كده. ايوه. وعليها راجة البتاع. يا حبيبتي يا نوره، بصي فاكره الفيديوهات القديمه ازاي؟ ام ابراهيم خلي بالك يا نوره، ام ابراهيم حرفه في الحلويات. والله يا نوره مش دايما، يعني لما نكون في ساعات كده بنعرف نطبخ، وفي ساعات بننسى كل حاجه. يعني لو قلت لي اسلقي حته لحمه ننسى بتتعمل ازاي. حسب النفسيه ما تبقى رايقه بقى. ده اللي ربنا يبعد عني الناس اللي ظلمتني ويرزقني. يا رب يا حبيبه قلبي، يعميهم عنك يا رب، ويوسع رزقك ويصلح حالك. نتجوز اللي بنحبه بحق ساحه الاجابه يا رب. ده اعلى طموحك يعني؟ يعني ان انت تتجوزي اللي انت بتحبيه ده اعلى طموحك؟ قولي نتجوز اللي بيحبني، ما تاخدوش اللي بتحبوه يا جماعه، خدوا اللي هو بيحبكم. نروح نعمل عمره. يا رب يا رب يا حبيبه قلبي.